ايفون 12 برو في مشكله في سماعه المكالمات، من العيوب المشهوره جدا في ال 12 برو. طيب ناس كتير قوي بتكلمني بتقول لي في اماكن بغير فيها السماعه دي ب 4000، وناس هنا صحابنا قبل ما يعرفوا اللي انا موجود هنا في المكان يقولوا لي والله العظيم انا كنت مغيرها عند فلان الفلاني ب 3500 جنيه، واللي مغيرها ب 4000 جنيه، وفي اللي يروح لحد يغيرها له ب 1000 جنيه. طب ايه الفكره بين اختلاف الاسعار دي؟ اختلاف الاسعار دي بتفرق على حسب المكان وحسب المنطقه اللي انت بتغير فيها السماعه، وفي نفس الوقت اختلاف اللي في ناس بتاخد تكلفه عاليه علشان خاطر يحموا نفسهم من ريسك الشاشه، عشان لا قدر الله لو حصل حاجه للشاشه. وفي نفس الوقت السماعه اللي بتركب لازم تبقى اصلي خلع، مش جديده ولا كوبي ولا اصلي جديد. طيب احنا هنا بنغيرها في مركز درايفر ب 2000 جنيه سماعه المكالمات الاصلي. الكوبي موجوده بس انا ما بغيرهاش او ما بفضلش اللي هي تركب سماعه كوبي. بكام السماعه الكوبي؟ ب 1200 جنيه. ده بالنسبه لل 12 برو وال 12 العادي. وما انصحش حد يفكر يغير سماعه في مكان يكلمه في 3000 و3000 ونص و4000 جنيه، لان الاسعار دي بتبقى غاليه، مش علشان خاطر هو بيركب سماعه مختلفه عن المكان اللي انت هتروح له ارخص فيركب سماعه. كل واحد وليه سعره، وكل واحد وليه طريقه في الشغل بتاعه، وكل واحد وليه الاحترافيه بتاعت رفع الشاشه عشان يحمي نفسه من ريسك الشاشه.